اليوم يتابع إمامنا الجزري رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا بعد أن قال وحرف الاستعلاء فخم، قال واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا. ما معنى هذا؟ أولا أخصص أصلها أخصصا، أخصصا بنون التوكيد الخفيفة، فلما وقف عليها أبدلت ألفا على عادة العرب، فإذا أراد أحدهم أن يأمر مع التوكيد فيقول أخصصا كذا بكذا، فإن وقف يقول أخصصا فيبدلها ألفا، كما نص على ذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية حيث قال عن نون التوكيد الخفيفة وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. إذن واخصص أصلها واخصصا، أخصص ماذا؟ أخصص الإطباق أقوى. نحن نعلم أيها الإخوة أن حروف الاستعلاء 7، خص ضغط قض. هذه السبعة لو تأملناها لوجدناها عبارة عن الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه 4، والغين والقاف والخاء. الصاد والضاد والطاء والظاء والغين والخاء والقاف. الصاد والضاد والطاء والظاء هذه 4 هي مستعلية ولكنها في الوقت ذاته مطبقة، كما قال الجزري رحمه الله في صفات الحروف وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. وبينا وقتها أن الإطباق هو انحصار الصوت بين قبة الحنك واللسان، انحصار الصوت بين قبة الحنك يعني سقف الحلق واللسان، هذه 4. أما 3 الباقية وهي القاف والغين والخاء فهي مستعلية، يعني عند نطقها يتجه ضغطها إلى قبة الحنك ولكن لا ينحصر الصوت. انظروا قا قا، انظروا كيف أن الفم مفتوح ولا انحصار في الصوت. خا خا أيضا الصوت مضغوط إلى قبة الحنك ولكن الفم ليس فيه انغلاق. غا وما من غا غا غير المغ غا، فالغين مستعلية لكن ما فيها انحصار، بخلاف جربوا هكذا الضاء تجد بأن الصوت محصور بين قبة الحنك واللسان. أيضا الصوت محصور بين قبة الحنك واللسان. أيضا الضاد محصور صوتها بين قبة الحنك واللسان. الطاء كذلك جربوا تجد بأن صوت الطاء محصور بين قبة الحنك واللسان. استعلاء الحرف وانضغاطه إلى على الفم يعطيه قوة، لكن إن كان هذا مقرونا مع انحصار للصوت هذا يعطيه قوة أكبر. فالصاد والضاد والطاء والظاء هذه 4 فيها صفتا قوة، الاستعلاء والإطباق، استعلاء الصوت وانحصاره، بينما القاف والغين والخاء فيها استعلاء للصوت وهو صفة قوة ولكن ليس فيها انحصار. فإذا الصاد والضاد والطاء والظاء أقوى من الغين والخاء والقاف. هل لهذا الكلام مردود عملي في النطق؟ نعم، مردوده العملي أن يكون نطق الحرف المطبق المستعلي الذي فيه صفتا قوة، نطقه وتفخيمه وصداه الذي يملأ الفم أشد من صدى الحرف الذي هو مستعل ولكن من غير انحصار للصوت. من هنا قال إمامنا الجزري وحرف الاستعلاء فخم، فقوله هذا شمل الحروف 7. ثم عاد فقال واخصص الإطباق، يعني خص حروف الإطباق، هنا أطلق الإطباق وأراد حروفه لأن الإطباق صفة والمراد حروف الإطباق. واخصص الإطباق يعني حروف الإطباق أقوى، يعني حروف الإطباق تفخيمها أقوى من تفخيم الحروف المستعلية المنفتحة. ثم مثل لذلك رحمه الله بقوله نحو قال والعصا. قال والعصا، قال فيها قاف مفتوحة بعدها ألف والقاف مستعلية ولكنها منفتحة، والعصا فيها حرف مستعل ولكنه مطبق وهو الصاد،
والصاد هنا مفتوحة وبعدها ألف. إذا لما قارن رحمه الله قارن مقارنة صحيحة بين حرفين مفتوحين وكل منهما بعده ألف. لا تصح المقارنة بين مثلا قو مضمومة وصا مفتوحة، لابد أن تكون المقارنة بين مفتوح مع مفتوح، مضموم مع مضموم، مكسور مع مكسور، وهكذا أن تكون الحالتان متماثلتين، لا أن تكون واحدة مضمومة والثانية مفتوحة أو مكسورة. فتمثيله رحمه الله يعني دقيق جدا لما قال نحو قال والعصا. فأنا أسأل أيهما أفخم، قولنا العصا أو قال؟ أيهما أفخم؟ أفخم العصا. لما؟ لأن الصاد فيها صفتا قوة، الاستعلاء والإطباق، بينما قال فيها صفة قوة واحدة وهي الاستعلاء. هذا الكلام الذي شرحته نراه على اللوحات التعليمية في حلقة اليوم، حيث يقول إمامنا الجزري في البيت 45: وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. نعم، حروف الاستعلاء 7 قسمان. أولا مستعلية مطبقة وهي 4 أحرف: الصاد والضاد والطاء والظاء. ثانيا مستعلية منفتحة وهي 3 أحرف: الغين والخاء والقاف. فحرف الاستعلاء المطبق إذن هنا في صفتا قوة أشد تفخيما من حرف الاستعلاء المنفتح، لأن في الأول صفتي قوة وفي الثاني واحدة، نحو ضامر. ضامر أشد تفخيما من غالب. غالب. لماذا؟ لأن الضاد كما أسلفنا فيها استعلاء وإطباق، بينما الغين فيها استعلاء لا غير. أيضا السطر الأخير قوله تعالى وطور. وطور هذه الطاء أشد تفخيما من وقوموا. وقوموا. لما؟ للسبب الذي ذكرته، وهو أن الطاء مستعلية مطبقة بينما القاف مستعلية منفتحة. اللوحة التي تليها: وكذلك ضيزى عظيم. هذان المثالان اللذان نراهما أمامنا فيهما حرف استعلاء مطبقين وهما الضاد والظاء، ومكسورين. الضاد مستعلية مطبقة مكسورة، والظاء مطبقة مستعلية مكسورة أيضا. فهذان المثالان ضيزى عظيم أشد تفخيما من قيل. لما؟ لأن القاف مستعلية فقط ليست مطبقة. وغيض. وغيض. لاحظوا بأن صوت الغين واستعلاء وتفخيمها ضعيف. لما؟ لأنها في أدنى المراتب. وخيفة. وخيفة. لاحظوا بأن صوت الخاء أيضا ليس فيه تفخيم شديد لأنها مكسورة. إذا لاحظوا بارك الله فيكم من خلال هذه اللوحة التي أمامنا أن حرف الاستعلاء المطبق، وهو مثاله هنا ضيزى عظيم، لو كان مكسورا فإنه يبقى صوته أقوى من صوت المستعلي المنفتح. ألا تلاحظون أننا لما قلنا قيل وغيض وخيفة ضعف صوت هذه الأحرف الثلاثة، لأن الكسر يشد الحرف إلى أسفل والاستعلاء يشده إلى أعلى، فيعاكس كل منهما الاستعلاء والكسر، يعاكس كل منهما فعل الآخر، فيعني يضعف صوت القاف من حيث التفخيم، وكذلك الغين والخاء، بخلاف ضيزى عظيم، مع أن الضاد قد انكسرت والظاء كذلك، إلا أن صوتها بقي قويا. ضيزى عظيم. لما بقي قوية؟ لأن في كل من الضاد والظاء صفتا قوة تشدان الحرف إلى أعلى وتجعلانه قويا، فيأتي الكسر فيضعفه، فمهما أضعفه الكسر، مهما أضعف الكسر الضاد أو الظاء، يبقى صوت كل منهما
قويا مسموعا أكثر من قاف قيل وغين غيض وخاء وخيفة. هذا هو هذا معنى قوله رحمه الله: واخصص الإطباق أقوى نحو قال والعصا.